السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عواشركم مبروك. كنتمنى ان شاء الله يدخلها لكم الله سبحانه وتعالى بالصحه والسلامه والهنا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بجوج ديال لي جينواز خطيرين ولا اروع، جينواز المحلات الكبرى. غادي نعطيك جميع الاسرار في هذا الفيديو هذا. غنخدم معكم جينواز بيضاء وكذلك جينواز بالشوكولاته اللي كتجي ولا اروع. تبعوا معايا ان شاء الله الفيديو الاخير. نتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا من لايك ديالكم البارطاج القناه، والا ما كنتيش اختي مشتركه فكنقول لك مرحبا بك والف مرحبا. ضغطي على زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. واكيد الا عجبتكم القناه وعجبكم المحتوى. هنا كيف ما كتشوفوا عندي 8 ديال البياض ديال البيض. البيض هنا عندي كبير ماشي البيض صغير. الا كان عندك البيض صغير فتقدري تحتاجي حتى ل10 ديال البيضات. بياض ديال البيض كنخفقوه على درجه اللي هي عاليه حتى كيطلق الرغوه ديالو، عاد باش كنبداو نضيفو في السكر حبيبات. عندي 8 ديال البيضات، اذا غادي نحتاج 8 ديال المعالق كبار ديال السكر حبيبات. عندي 2 ديال السكر ديال الفاني. دائما كنبدا نخفق على هذا الشكل والسكر كنضيفوه تدريجيا باش يطلع لنا البيض على هذا الشكل. الا بغيتي الجينواز تنجح معاك خاص البيض يطلع لك على هذا الشكل. الا ما طلعتيش البيض وتحصلتي على القوام اللي كيبان لك في الفيديو كوني اكيده ان الجينواز ما غاديش تنجح معاك نهائيا، لاننا في الجينواز هذه ما كنحتاجوش نهائيا خميره ديال الحلويات، كنحتاجو فقط نطلعوا البيض يتضاعف على 3 هو اللي كيعطينا داك العلو اللي كيكون او ديك الخفه كذلك اللي كتكون في الجينواز. هنايا من بعد ما كيطلع وكنحصلوا على القوام اللي وريتكم كنبداو نضيفوا في الصفار وحده بوحده. كنضيفوا وحده حتى كتختفي ما كتبقاش تبان، وعاد كنضيف الثانيه والثالثه وانا غادا هكاك حتى كنكمل 8 ديال الصفار كاملين على درجه تكون متوسطه. من بعد ما كنبداو نزيدوا في الصفار ديال البيض. خاصنا نتحصلوا على هذا القوام اللي كيبان لكم في الفيديو. ضروري اننا نتحصلوا على هذا القوام هذا. من بعد غادي نبدا نضيف في الدقيق تدريجيا. ضروري اننا نخلو الدقيق ديالنا كيف ما كتشاهدوا في الفيديو وكنضيفوه شويه بشويه. فقط انا مسرعه الفيديو هنايا كيف ما كتشوفوا دائما من التحت للفوق. غادي نحتاج 2 ديال الكيسان ديال العنبه. كل كاس ديال العنبه فكيوزن معنا 150 غرام ديال الدقيق، يعني عندي في المجموع 300 غرام ديال الدقيق. ولكن دائما كنقولها وكنعاودها، انتي غادي تشوفي راسك شحال غتحتاج منك ديال الدقيق. فانا عطيتك الدقيق ديالي احتاجيت 2 ديال الكيسان. انتي تقدر تاخذ منك فقط غير كاس ونصف، تقدر ما تاخذش منك 2 ديال الكيسان. ولكن الا كان عندك نفس الدقيق، يعني عندي انا ما كيشربش بزاف، فغتاخذ منك 2 ديال الكيسان. هنايا على هذا الشكل هذا كنخفق حتى كنتحصل على القوام اللي كيبان لكم. ضروري اننا نخدموا بالسباتيل في الاخير من بعد ما كندمجو مزيان وكنخدم غير بشويه. هنا السباتيل شنو الخدمه ديالها؟ هي اننا نشوفوا واش كل شيء داك الدقيق دخل لينا في الخليط او لا باش ما تبقاوش دوك الحبيبات. الصينيه ديالي ضروري كندهنها بالزبده وكنغطيها بالورق ديال الزبده، وحتى ورق الزبده ضروري خاصنا ندهنوه بالزيت باش هكا ما تلتصقش معنا. كنوزع الخليط ديالي، نحاولوا ما امكن انه يكون متساوي باش ملي كطيب الجينواز ديالنا كتجينا مسطحه على جهه وحده، يعني ما كتكونش واحد الجهه طالعه وواحد الجهه هابطه. غادي نسخن الفران ديالي، غادي ندخلها لمده ديال 10 دقائق. تقدر تاخذ معكم حتى ل 13 دقيقه، ما تفوتوهاش نهائيا. الجينواز ما كتبغيش انها طيب بزاف حتى تحمر. كنوزع الخليط ديالي على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم من قبل، مساله اللي هي ضروريه انك توزعي الخليط ديالك على جميع الاطراف جميع البلايص مزيان على هذا الشكل. هنايا العبار ديال لاطا اللي خدمت فيها 60 على 35، نفس اللاطا اللي خدمت بها الطورطه اللي فاتت من قبل، نفس اللاطه اللي غادي نخدم بها كذلك حتى الجينواز اللي غادي تكون بلون واحد اخر. هنا من بعد ما مرت 12 دقيقه خدات مني 10 ديال الدقيق من الفوق و2 ديال الدقيق من التحت، خدات مني 12 دقيقه فقط. فكيكون هذا هو الشكل ديال الجينواز ديالي. مباشره من بعد ما كنخرجها من الفران كنخليها فقط غير واحد شويه تحيد من هذيك الدرجه ديال الحراره العاليه. كندير مباشره فوق ورق الزبده شويه ديال السكر كلاصي، مساله اللي هي ضروريه باش ما تلتصقش معنا الجينواز ديالنا. كنحط الجينواز ديالي على وجهها على هذا الشكل وكنحيد منها ورق الزبده من التحت. شوفوا معايا شحال كتجي خفيفه، كتلعبي بها كيف ما بغيتي. جينواز ناجحه 100%، جينواز اللي خطيره ما تحشمكش نهائيا، كتجي ولا اروع.
ملي كانت الجينواز ديالي البيضاء كطيب، فهنا كنت كنوجد انايا في الجينواز اللي غادي نديرها بالشوكولاته. نفس المقادير اللي استعملت معكم في الجينواز البيضاء هي اللي غادي نستعمل كذلك في هذا الجينواز اللي كتكون بالشوكولاته، كيختلفوا فقط في الدقيق. كذلك خديت 8 ديال البياض ديال البيض، خدمتهم كذلك مع 8 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده او السكر حبيبات. كنضيف ليه هنايا كيف ما شفتوا معايا كاس عامر ديال العنبه ديال الدقيق. الكاس الثاني كيكون فيه نصف ديال الدقيق والنصف الاخر كيكون ديال الكاكاو. انا هنا ما استعملتش الكاكاو لانه ما كانش عندي، استعملت فقط نسكويك. حتى هو صراحه قضى الغرض، عطى اللون، حتى هو عطى كذلك حتى المذاق، ولكن الا كان عندكم الكاكاو كيكون احسن. انا هنا استعملت كيف ما قلت لكم نسكويك، كاس ديال الدقيق والكاس الاخر فيه نص ديال الدقيق والنص الاخر ديال نسكويك، جوج ديال الكيسان اللي هما عامرين مزيان. غادي نخلط مزيان على هذا الشكل هذا، وغادي نضيفوا اللاطه اللي دائما كندهنوها بالزيت وكنديروا فوق منها ورق الزبده. وورق الزبده ضروري اننا ندهنوه كذلك حتى هو بالزيت باش هكا ما تلتصقش معنا جينواز نهائيا. هنا عطيتك جميع الاسرار باش تصدق معاك جينواز هنايا ما فيهاش خميره بصفه نهائيه، جينواز اقتصاديه وكتجي رائعه في لي طرونج وكذلك حتى في لي طارت، كتجي ولا اروع، كتجي زوينه بزاف. جينواز هذه كيستعملوها في المحلات الكبرى. ضروري انك تضربي اللاطه مع سطح العمل حتى يتحيدوا منها الفقاعات تماما. كندخلها للفران حتى هي كتاخذ مني كذلك 12 دقيقه، تقدر تاخذ منكم حتى 13 دقيقه كيف ما قلت لكم. دائما كندير السكر كلاصي عاد باش كنقلب الجينواز ديالي. هنا الجينواز ديالي من بعد ما بردات تماما كنخليها حتى كتبرد، ضروري كنغطيوها ما كنخليوهاش هكاك باش ما تقصحش. صراحه ما كتقصحش نهائيا، كيبقى الشكل ديالها ولا اروع. هنا من الاحسن انكم تعبروا، فصراحه انا ولفت كنخدمها ما بقيتش كنعبر نهائيا، فقط غير بعيني ميزاني كيجيني العبار هو هذاك. كنقسمها على شكل طولي كيف ما شفتوا معايا، من بعد كنعاود نقسمها على جوج من النصف باش هكا كنخرج 3 ديال الطبقات ديال الجينواز. شوفوا معايا الجينواز شحال ناجحه 100%. كناخذ الجينواز الكحله وغادي نعبر بها هنايا باش نقطع الجينواز اللي كتكون بيضه على هذا الشكل هذا. جينواز هنايا بدون شوكولاته غادي نقطعها على هذا الشكل هذا في النصف، حتى هي غادي تخرج ليا 3 ديال الطبقات. انا في جوج ديال الطورطات غادي نختار انني نخلط ما بين الجينواز اللي بالشكلاط والجينواز اللي ما فيهاش الشكلاط، هكا كيجيو الطبقات اللي هما زوينين. حتى في الكريمه غادي نحاول انني نخلط ما بين الكريمه البيضاء والكريمه اللي بالشكلاط، هكا كتجي لا في المذاق ولا حتى في الشكل ديالها كتجي زوينه. كيف ما شفتوا فالجينواز ما شاء الله كبيره، وحتى هي كنخرج منها 3 ديال الطبقات كيف ما كتشوفوا الجينواز ديالنا كيفاش كتجي. هنايا في الحشو غادي نحتاج 2 ديال الميلكا اللي قطعتهم على هاد الطريفات هكا، وكنحتاج كذلك هاد الشوكولاته اللي كتكون محشيه بالكراميل. هنا عندي كذلك كراميل اللي سبق ليا وشاركته معكم في القناه ديالي، كراميل منزلي كيجي خطير جدا. هنايا كيف ما شفتوا معايا دوك 2 ديال الميلكا اللي وريتكم، فانا غادي نحتاجهم في 2 ديال الطورطات، يعني ماشي غير في طورطه وحده غادي نحتاج 2 ديال الميلكا، ما يمكنش، غادي نحتاج فقط غير وحده في كل طورطه. هنايا كيف ما شفتوا خديت الجينواز ديالي سقيتها بالحليب. دائما الطبقه الاولى ما كنسقيوهاش بزاف، ما شاركتش معكم الكريمه سبق ليا وشاركتها معكم بزاف ديال الفيديوهات، فلهذا ما بغيتش نبقى نكرر دائما نفس الحاجه، لان انا عندي هاد الكريمه هذه ما كنبدلهاش نهائيا لانها كتجي رائعه لحد الساعه، ما نقدرش نبدلها، كريمه ولا اروع، كتجي زوينه بزاف وكتجي احسن من اننا نخدمو غير الناطه بوحدها اولا غير الكريمه السائله بوحدها ولا الشونتي بوحدها، فكتجي صراحه لا علاقه. انا صراحه كنفضلها، والكليان ملي كيذوقوها صراحه كيتنال الاعجاب ديالهم بزاف لانها كتجي زوينه بزاف وكتبقى شاده راسها. من بعد ما كنوزع الكريمه ديالي كلها بمساعده ديال جيب الحلواني، كنحاول انني نسطحها شويه، كنضيف ليها الكراميل وكنضيف في الحشوه عندي ميلكا كيف ما سبقت وقلت لكم من قبل، كنقطعها لطريفات اللي هما صغار. هنايا الطبقه الثانيه خديت من الطبقه ديال الجينواز اللي بالشوكولاته، كنحاول انني نوزع من فوق منها الحليب. ضروري انكم تسقيوها مزيان في الطبقه الثانيه ماشي بحال الطبقه الاولى. هنا عندي الكريمه البيضاء سبق ليا كذلك حتى هي وشاركتها معكم في الفيديوهات الاخرين، رجعوا للفيديوهات الاخرين. الناس اللي محتاجين انهم ما شافوش هذا الفيديو اللي كان من قبل، مشاركه معكم هذا
الكريمه هذه فرجعوا الفيديوهات الاخرين، خصوصا الفيديو اللي كان طالع في المشاهدات بزاف، فهو يعني كنت شاركت معكم واحد الطورطه اللي هي كبيره نالت اعجاب بزاف ديال الناس، فتما انا كنت مشاركه معكم كذلك حتى الكريمه. وهنا كذلك من بعد ما كنوزع الكريمه البيضاء مباشره كنضيف ليها الكراميل، كيعطيها واحد النكهه مختلفه، نكهه اللي هي رائعه. اصلا حنا ملي كنزيدوا الشوكولاته البيضاء للكريمه فهي كتعطيها نكهه اللي هي مختلفه تماما، ولكن ملي كنضيفوا الكراميل فهو كيضيف اضافات اللي هي زوينه بزاف. هنا خديت الشوكولاته اللي محشيه بالكراميل، غادي نوزعها كذلك على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا كنحاول انني نفتتها مزيان باش ملي نكون كنقطع الطورطه ديالي ما تلتصقش ليا وتضيع ليا الشكل ديال الطورطه. هنا كيف ما كتشوفوا كنحاول انني نضغط عليها شويه باش هكا تدخل في الكريمه مزيان، وغادي نضيف الطبقه الاخيره. دائما الطبقه الاخيره كنضيفوها على الوجه ديالها، هو اللي كيكون من الفوق، ما كنديروش الوجه يكون من التحت، كنخليو الوجه هو اللي كيكون من الفوق. كنسقيوها كذلك حتى هي بالحليب، كنحاولوا اننا نسقيوها مزيان ما تفوتوش القياس، فقط حاولوا انكم تسقيو الجينواز ديالكم مزيان. وهنايا غادي نضيف كذلك الكريمه البيضاء على هذا الشكل هذا. كنحاول انني نوزعها، هنا كنحاول انني ما نكثرش الكريمه بزاف من الفوق لانها كتكون غير على شكل تغليف، يعني ماشي غادي تكون في الحشو، هنايا فقط غير باش نغلف الوجه ديال الكريمه ديالي، ونحاول انني نغلف الجنيبات على هذا الشكل هذا حتى كنغطي الجينواز ديالي تماما ما كتبقاش تبان نهائيا. هنا البنات المبتدئات الى غلباتكم يعني هاد التغليف ديالها فحاولوا انكم تغلفوها غير شويه فقط، ودخلوها المجمد لمده ديال نصف ساعه او غير ربع ساعه، عاودوا خرجوها وعاد كملوا لها التغليف مره اخرى، فهكا غادي تجيك ساهله ما غاديش تعذبك نهائيا. كنحاول انني نليسي مزيان الكريمه ديالي على هاد الشكل باش ملي نكون كندير دوك الدميعات يجيوني مزيانين، وكذلك حتى الكريمه ديالي حتى الطورطه ديالي تجي مقاده من الفوق الكريمه ديالها، يعني ما تجينيش عوجه واحد الجهه طالعه واحد الجهه هابطه. لهذا كنستعن بالجيب الحلواني كيف ما شفتوا، ما احتاجيت لا اطار لا حتى شي حاجه. من بعد ما كنليسيها مزيان فانا كندخلها للمجمد. الا قديتوا تخليوها ليله كامله خليوها، ما قديتوش تخليوها غير مده ديال 3 ديال السوايع ولا 2 ديال السوايع فهي كافيه. من بعد ما كنخرجوها مباشره من المجمد كنكون وجدت هنايا الكاناش اللي كنحتاج فيه. هنايا في 2 ديال الطورطات غادي نحتاج 200 غرام ديال الشوكولاته بالحليب، كنضيف ليها كذلك تقريبا 100 ملل ديال الكريمه السائله اولا الحليب حتى هو بحال بغيتو تضيفوا الكريمه السائله ولا الحليب كديروهم فوق النار اللي كتكون هادئه اولا في حمام مريم حتى كيذوب تماما، كتضيفوهم مباشره فوق الكريمه او فوق الطورطه اللي كنخرجوها مباشره من المجمد. دائما كنبداو بدوك الدميعات اللي كيكونوا في الجنب عاد باش كنكملوا وكنصاوبوها من الوسط. صراحه ما شاركتش معكم الطورطه الاخرى لانها نفس الحشو نفس الجينواز اللي شاركت معكم، كيف غير كيختلفوا في الالوان فقط، اما هما بحال ولكن كيكون حتى في المذاق مختلفين، لان الكريمه هنايا اللي كتكون بالشوكولاته غالبه على الكريمه البيضاء، وفي الطورطه الاخرى الكريمه البيضاء كتكون غالبه على الكريمه اللي بالشوكولاته. هذا هو الاختلاف اللي كيكون فيهم. وكذلك كاين اختلاف حتى في التزيين، غادي نعطيكم فكره وانتم ديروا التزيين اللي بغيتو. انا زينت على هذا الشكل هذا بوريدات في الجناب، وكنضيف هاد الحبيبات ديال الشوكولات اللي كينالوا اعجاب الوليدات بزاف، كذلك حتى حنايا كيعطيو واحد المنظر اللي هو زوين الطورطه ديالنا. كذلك زينت البسكوي ديال الكراميل، بسكوي اللي كيعجب الوليدات بزاف هو تويكس، وكذلك غادي نزين كذلك بالاوريو على هذا الشكل هذا. والتزيين كيف ما قلت دائما كيبقى اختياري لكل واحد. غادي نحاول انني ندير 3 ديال الوريضات اللي هما كبار، دائما كنحط الطورطه قدامي وكنبقى يجي التزيين ديالها صراحه بوحدو، انت كتبداي كتزيني والتزيين ديالها كيبقى يجي صراحه بوحدو. احسن مرحله هي ديال هذا التزيين هذا ملي كتسالي الطورطه ديالك او الحلوه ديالك كتكوني كتزينيها كتكوني تحصلتي على واحد الشكل اللي هو زوين صراحه، كتجيك الفرحه في قلبك من بعد ما كتكمليها. وهنايا غادي نضيف كاضافه هنايا باش تعطيني واحد اللون للطورطه ديالي ما يبقاش فيها غير الالوان اللي هي غامقه. هنايا ضفت شويه ديال الشوكولاته اللي حكيته في الحكاكه في الجهه الغليظه وضفته في هذا الجنيب هذا.
وكذلك حتى الاطراف غادي نزينهم بالكريمه البيضاء. دائما الاطراف حاولوا انكم ما تخليوهمش خاويين وبقاو دوك الدميعات هكا كيجي الشكل ديالهم صراحه ما كيجيش زوين. هنايا كنضيف كذلك في الطورطه الاخرى كندير وريضه في الابيض وريضه بالشوكولاته على هذا الشكل، وغادي نحاول انني نفرق بوريضات اللي هما صغار باللون الابيض، وفي الجهه الاخرى كذلك غادي نضيف كذلك حتى هاد الوريضات اللي كيكونوا كبار في الوسط كيعطيو منظر وشكل زوين بزاف للطورطات ديالنا. الجهه الاخرى غادي نضيف لها هاد الحبيبات هادو ديال الشكلاط على هاد الشكل. غادي يبان لكم تقريبا نفس التزيين، ولكن راه كاين اختلاف اللي هو كبير، يعني ماشي بحال نهائيا. غادي تشوفوا في اخر الفيديو كيفاش كيجيو المذاق ديالهم، كيجي ولا اروع، وكذلك حتى التزيين ديالهم اللي شافهم كيعجبوه، وكذلك حتى في المذاق اكيد. ونتمنى ان شاء الله تجربوهم حتى نتوما وينالوا الاعجاب ديالكم وينالوا اعجاب الكليان ديالكم. شاركت معكم جميع اسرار الجينواز باش تكون ناجحه معكم، وكيف ما قلت لكم الا بغيتوا مقادير ديال الكريمه فرجعوا الفيديوهات الاخرين، خصوصا الفيديو اللي شاركت معكم فيه طورطه اللي هي كبيره اللي على هذا الشكل هذا. فانا مشاركه معكم الكريمه بكل اسرارها وبكلها كيف ما بديتها حتى كملتها معكم تماما. وهنا كيف ما كتشوفوا فانا زينت بشويه ديال الفيرميسيل في الجنب الاخر. شوفوا معايا الشكل ديالهم يعني مختلف، وكل وحده والشكل ديالها، واكيد حتى المذاق واخا عندهم نفس الحشو ولكن الكريمه كتخلي المذاق انه يتبدل. هذا هو الشكل ديال الطورطات ديالي ديال هذا النهار هذا. كنتمنى ان شاء الله ينالوا اعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا من لي لايك والبارطاج للقناه. عطيوني الاراء ديالكم تحت الفيديو كيفاش جاو الطورطات ديال هذا النهار. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم وينجحوا معكم 100%. ولا جربتوهم شاركوها معنا كذلك في لي كومونتير. غادي نتسنى ارائكم كيفاش جاوكم هاد الطورطات ديال هذا النهار. نتسناكم في لي كومونتير. نقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.